أشكر الجمهور المغربي اللي ساند سفيان الرحيمي من بداية مساره لين اللي وصل له الحين. من أزقة الدار البيضاء إلى العالمية، سفيان رحيمي الرجاوي الذي يحبه الجميع يهدي العين الإماراتي اللقب الثاني في تاريخه، أحسن لاعب في البطولة وهدافها. مستحيل مستحيل، يا الله يا الله يا الله. أن تفوز بهذه الجوائز في حضرة الكبار يجب أن تكون رحيمي. دوري أبطال آسيا ليست بالبطولة التي يسهل الظفر بها. تنتصر في النهائي بخماسية معناه أنك فريق عريق، تسجل هدفين وتساهم في البقية. انتصار تاريخي للكرة الإماراتية، فوز إماراتي بنكهة مغربية. سفيان رحيمي من رحم المعاناة إلى العالمية. الشغف بدأ منذ الصغر بملاعب الدار البيضاء، هناك حيث ترعرع ونشأ. ثابر، حاول، اجتهد، ثم من بعد ذلك وصل. تحرز لقب أفضل لاعب في البطولة ليس بالأمر الهين. تفوز بجائزة الهداف بحضور ملك الأهداف كريستيانو رونالدو. يجب أن تكون مغربي واسمك سفيان وقادم من فريق الرجاء. ما يعجبني في هذا اللاعب الخلوق أنه تعرض للإقصاء في كثير من المرات، ولا مرة خرج بتصريح إعلامي يسب فيه أو يشتكي من أحد. في كل مرة لم يتم المناداة عليه للمنتخب أو يتعرض للتهميش لم يكن يشتكي، إنما يواصل العمل والاجتهاد إيمانا منه أن اللحظة المناسبة ستحين لا محالة. سفيان رحيمي فخر الصناعة الرجوية، حبه لفريقه الأم ما زال يرافقه أينما حل وارتحل. دعم كبير من الشعب المغربي لهذا الشاب الطموح، نتمنى له أن يحافظ على هذا المستوى العالي لأنه ومن دون أدنى شك لاعب بهذا المستوى. عما قريب سنسمع بخبر انتقاله لنادي عالمي، هناك حيث ستبرز موهبته أكثر. شاب طموح لم تكن طريقه مفروشة بالورود، آمن بقدراته حتى وصل إلى ما وصل إليه. مبروك لفريق العين الإماراتي ومبروك لسفيان رحيمي أفضل لاعب في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا، ولما لا حصولي على جائزة أفضل لاعب عربي لهذا العام. أراكم فيديو قادم بإذن الله. الله المعين.